تفضل إنك على الهواء. الشيخ حسن، أعتقد أن الخلاف ما بين الدين السني والدين الشيعي ليس هو زواج المتعة، أو هل تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أم كلثوم. هذا ليس الخلاف. الآن الخلاف هو في أصول الدين. فسؤالي أنا كان: هل النبي بلغ كما أمره الله بأمر الولاية أم لا؟ نعم، إنه بلغ. إذا كان قد بلغ بأمر الولاية كما أمره الله، فنرى في بعض الكتب تقول من الواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الولاية طبقا لما أمره الله وبذل المساعي في هذا الأمر، لما نشبت في البلدان الإسلامية كل تلك الخلافات والمشاحنات. أنا أقول لك أن نبي الله موسى صريح في القرآن الكريم: وإذ واعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وإذ قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أليس هذا من البلاغ المبين؟ هذا واضح، هذا بلاغ مبين من موسى على نبينا وآله وعليه السلام إلى بني إسرائيل إنه هو خليفته. إذ قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فمع ذلك، مع بلاغ موسى ومع أن هارون شريك له في كل الأمور، إن القوم بعد موسى ذهب ل40 ليلة، بعدما رجع كلهم إلا القليل منهم يعبدون العجل. فإن كلامك إن لو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ لما يكون الاختلاف، فهذا كلام باطل جدا. الرسول ألم يبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة؟ فكم من الاختلاف في الصلاة، وهو كان يصلي أمام أعينهم في الليل والنهار مرات عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي فقط صلاة الواجب، صلاة الفرض، بل إنه كان يصلي صلاة النوافل أيضا. فكانوا يرونه في الصلاة ليلا ونهارا مرات عديدة. فبعد ذلك اختلفوا في الصلاة. إنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فاختلفوا في الوضوء. فيا أخي الجليل، إنك تقول لو كان بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن الاختلاف، فهذا كلام باطل، كلام خاطئ، كلام كاذب. تفضل. هذا ما ورد. عفوا، خلينا نكمل. نعم. هذا ما ورد في كشف الأسرار للخميني عندما يقول: إن كلام العلماء ليس علينا حجة. إذا كان عندك كلام من القرآن أو الحديث والرواية فعليك فتفضل، ولكن كلام العلماء مهما كان درجته ليس حجة علينا. ليس حجة أنتم؟ طيب، دعنا نأخذ هذه الرواية عن المناظرة بين زيد ابن علي بن الحسين. كلام زيد ليس حجة علينا. حجة زيد ليس من الأئمة المعصومين عليهم السلام. والله يعني كلام زيد ليس حجة علينا. مثلا أنا أحتج عليك بكلام مثلا شخص أنت لا تعتقد بإمامته، فهذا لا يكون حجة عليك. علي بن الحسين ليس بإمام. علي بن الحسين عليه السلام إمامنا. نعم، إذا عندك كلام منه فحجة علينا. تفضل. لماذا لم يبلغ علي بن الحسين ابن زيد بإمامه؟ من هو إمامه؟ هذا من كذبياتكم. هذا من كذبياتكم. إن علي بن الحسين عليه السلام لم يبلغ ولده الإمامة. من أين جئت بهذا الافتراء؟ دعني أعطيك الرواية. أي الكتاب؟ اسم الكتاب. لا يعرف اسم الكتاب. لا أعرفه. لا، من قال لك لا أعرفه؟ تفضل. الطوسي رجال الكش الجزء الثالث صفحة 262، الخوئي المعجم جزء 18. دقيقة. الكشي عندي موجود. كشي عندي أي الجزء؟ نعم. رجال الكشي أي الجزء؟ الجزء الثالث. صفحة. دعني أقرأ الرواية. صفحة. عن أبي مالك الأحمسي قال: أي صفحة في رجال الكشي؟ الصفحة 262. 62. تفضل. قال مؤمن الطاق: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخل زيد بن علي
فقال لي: يا محمد، أنت الذي تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفا بعينه. قلت: نعم، كان أبوك أحدهم. قال: ويحك، فما كان يمنعه من أن يقول لي. أتسمعني يا شيخ حسن؟ نعم. شيخ حسن، أتسمعني؟ نعم. أتسمعني؟ نعم. فوالله كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها. أفتراه كان يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حر النار؟ قلت: كره أن يقول لك فتكفر. إذا كان محمد أبو جعفر النعماني يؤمن وزيد لا يؤمن بإمامة أبيه، فكيف يعقل هذا يا شيخ حسن؟ يا حبيبي أنا رأيت في هذا الكتاب لا يوجد هذا الرواية في هذا الصفحة الذي قلت. اقرأ الرواية مرة أخرى. طيب. عن أبي مالك الأحمسي قال: حدثني مؤمن الطاق قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق رضي الله عنه، فدخل زيد بن علي فقال لي: يا محمد، أنت الذي تزعم أن في آل محمد إماما مفترض الطاعة معروفا بعينه؟ قلت: نعم، كان أبوك أحدهم. قال: ويحك، فما كان يمنعه من أن يقول لي. ليش ما قال لي؟ فوالله كان يؤتي الطعام الحار فيقعدني على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها. فتراه كان يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حر النار. قلت: كره أن يقول لك فتكفر، فيجب من الله عليك الوعيد. اقرأ السند لهذه الرواية. عن أبي مالك الأحمسي. لا، قبل ذلك. أنا هذا اللي عندي. عن أبي مالك الأحمسي قال: حدثني مؤمن الطاق. قبل ذلك الكشي لم يلتقي بأبي مالك الأحمسي. فكيف قبل من هو قبل ذلك؟ خذ الطوسي كمان عندك، ماخذ من الطوسي رجال الكشي الجزء الثاني صفحة 260. أنا موجود الرواية الآن أنظر إليها. عليك بأن تثبت أنها أولا قول زيد بن علي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة علينا، وإذا هو يروي شيئا خلاف المذهب فقوله مردود. هذا أولا. ولو سمعنا من زيد بن علي بن الحسين صلوات الله على مولانا إمام زين العابدين وسيد الشهداء صلوات الله عليهم، ولو سمعنا من فمه شيئا يخالف أصول المذهب فنطرحه ونضربه على الجدار. دقيقة انتظر لي. إن أولا إذا سمعنا من فمه شيئا يخالف عقائد المذهب وأصول المذهب فهذا شيء باطل ليس بصحيح، لأنه ليس بالمعصوم. وإذا قال شيئا يخالف الأئمة عليهم الصلاة والسلام فهذا كلام باطل. هذا أولا لو سمعنا من فمه. ثانيا هذا الرواية التي أنت روي عنها رجال الكشي، وأنا هذا ليس في الصفحة التي أنت قلت فيها، ولكن إنه في الصفحة عندي في الطبع الذي عنده 187، ولكن الرواية موجودة ولكن لا يوجد لها سند. فهذا ورجال الكشي ليس من الكتب التي نعتمد على جميع رواياته، وإذا لم يكن عنده سند فهذه الرواية باطلة. وكم لنا عندنا من الروايات التي نقلت على سبيل التقية. فإما الرواية أولا الرواية ليس في الكتب المعتمدة، ثانيا إنها مخالف للمذهب، ثالثا ليس لها سند، فهذه الرواية لا قيمة لها ولا اعتبار لها، فضلا أنه لم يروى عن المعصوم عليه السلام. طيب. نعم. هل عندك الرد على ذلك؟ أنا عندي سؤال الآن شيخ حسن. سؤالي: من هو إمامك المفترض الآن؟ الإمام الثاني عشر، الإمام المنتظر الثاني عشر سلام الله عليه. طب هل رأيته؟ ليس من شرط الإمامة الرؤية. هل أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنا ما رأيته. هل رأيت الله تبارك وتعالى؟ دقيقة. هل رأيت الله؟ أعطيني مجال أتكلم. الرسول عليه السلام ما رأيته صحيح، لكن آمنت به لأنه وجد عنه السنة فعلية قولية نقلية، فأنا أؤمن به. فكذلك إننا أولا أقول لك دقيقة، ليس من شرط الإيمان الرؤية. إنكم تقولون الله تبارك وتعالى يرى. الله تبارك وتعالى جسم ينزل كل ليلة من السماء إلى الأرض، فالله تبارك وتعالى أولى بأن يرى. لو كان الرؤية من شرط الإيمان
شيخ حسن دقيقة انتظر لي. لو كان الرؤية من شرط الإيمان أولا أنت قل لي لماذا لم يرى اللهكم أحد؟ إنكم تقولون إن رؤيته ممكن. دقيقة انتظر لي. إنكم تقولون إن الله تبارك وتعالى رؤيته ممكن، وفي الآخرة سوف ترونه، وإنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فلماذا لا يريه هو نفسه؟ يأتي إلى سماء الدنيا كما أنتم تقولون ويري نفسه للناس، كل الناس يعرفوه ويعلموه، وهو يقول يا أيها الناس هذا الدين الإسلام دين الحق، وهذا أبو بكر وعمر وهما على الحق، فيرتفع جميع المشكلات وجميع المحالات. هذا أولا. وأما بالنسبة إلى صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، فكثيرا من هذا أمر من صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، كل من رآه فعليه الأمر بالكتمان، فإن من رآه لا يقول إنه رآه. لماذا؟ لأن من هذا في زمن الغيبة وفي زمن الستر وفي زمن الكتمان وزمن التقية. فكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، إذا سأل أحد المسلمين الكفار سأل أحد المسلمين أين رسولكم؟ فلا يقول له أين هو، لو قال هذا يكون خيانة. فكذلك في هذا العصر لو رآه أحد لا يقول إني رأيت الإمام عليه الصلاة والسلام، وليس من شرط الإيمان الرؤية. طب أعطيني دقيقة رد ممكن؟ فيه بخدمتك. طيب دقيقة. الآن أنت تقول الرؤية وإذا واحد بلغ عنه أنه سيقتل، طيب كيف أنت كيف تتهم سيدنا أبو بكر بالنفاق وهو كان مع الرسول عليه السلام في الغار؟ لو كان منافقا حقا وكان المشركين موجودين أمام الغار لكان بلغ عنه. هاي واحدة. لا واحدة. أعطيك الجواب. هذا نهاية سفاهتك. خليني أجاوبك أنا. لا أعطيك الجواب الآن. أعطيك الجواب. إن هذا من نهاية سفاهتك، إنك تقول إن أبا بكر كان في الغار وهو لم يخبر المشركين عن كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أثبت لك إنه كان يريد أن يقول للمشركين. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أسكته. هذا موجود في البخاري. دقيقة انتظر. هذا موجود في البخاري. دقيقة خلي أجيب. إنك سألت سؤالا وأنا أعطيك الجواب. هذا أنا أقول دقيقة. هذا ليس مدار بحثي. هذا مدار، ولكن أنت طرحته فخذ الجواب. هذا دقيقة. خذ الجواب. طرحت سؤالا فخذ الجواب وإلا أقطعه. هذا صحيح البخاري. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، طبع دار إحياء التراث في سنة 1422. كتاب مناقب الأنصار صفحة 659، رقم الرواية 3932. عن فلان عن أبي بكر كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار. يا شيخ حسن أعطيني السند كامل. هذا في البخاري. البخاري عندكم لا يحتاج إلى السند لأنه كتاب صحيح، كله صحيح، اسمه صحيح البخاري. كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم تأتأ بصره رآنا. قال أسكت يا أبا بكر. فهذا صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكت أبا بكر. أبا بكر كان يريد أن يخبرهم. كان أقل الخدمة وأقل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم السكوت. وإن كثيرا من الناس من مشاهديه ذهبوا إلى الحج ورأوا الغار. إن غار صغيرة، إذا كان أحد على باب الغار فإنك إذا تتكلم داخل الغار تسمعه. فهذا صريح بأن أبا بكر كان يريد أن يخبرهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسكته بأمر ولائي تكويني. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي ذر فليكن أبا ذر فكان أبا بكر. فعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاية في التكوين، إنه تصرف في الأمور. هذا أمر منه. أسكت أبا بكر لم يكن أمر تشريعي، بل أمر تصرف تكويني. أسكت أبا بكر بالإعجاز، ولكن أبو بكر كان يريد أن يخبرهم وإنه لم يسكت. فهذا هو فضيحتكم. والآن نرجع إلى البحث. هذا من جهلك. هذا ليس من جهلك. كيف من جهل؟ هذا من جهلك لفهم المحاديث. كيف؟ الرسول قال له يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم.
لم يقل له اسكت. اسكت. الآن أنا قرأت للناس إني أجيب هذا، وأنا لا أتكلم بعد ذلك، بعد مكابرتك هذا، بعد مكابرتك هذا. أنا أشرح وجهة نظري. هذا اسكت يا أبا بكر، هذا هو البخاري، وإنك تقول لم يقل. اسكت يا أبا بكر، افتح عينيك، اسكت يا أبا بكر. هذا أمر صريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسكت. أي إنه كان يريد أن يخبرهم. لا، وما منعه؟ ومنعه إسكات النبي صلى الله عليه وسلم بالإعجاز أسكت أبا بكر، وأبا بكر ما كان يقدر أن يتكلم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له نوعان: أمر تشريعي وأمر تكويني. هذا الأمر من أمور التكوينية، وأبا بكر بالخبث سريرته كان يريد أن يخبر الكفار بأن النبي صلى الله عليه وسلم مختف هنا، يا شيخ فأسكته. يا شيخ حسن، هذا فليكن هذا آخر سؤالك، فتفضل أنا أستمع إليك. تفضل آخر سؤالك. لا، ما بديش، أنا بدي وقت أنا، بس أنت لا تأخذ الآخرون أيضا ينتظرون. تفضل آخر سؤالك، اطرح وأنا أستمع إليك. أنا كان سؤالي الآن أنت تقول عن الإمام. أنا كان سؤالي ومدار بحثي عن الإمام، سألتك من هو إمامك، أنت تقول إمامي هو الغائب. احنا قلنا هنالك روايات متضاربة بعدم وجود صحة لولادة الإمام. هذا أي موسى على نبينا وآله عليه السلام. دقيقة الآن أقول لك موسى على نبينا وآله وعليه السلام، هل لم يكن موسى ولادته بالاختفاء؟ لا أبدا، ما كان. لم يكن ولادته بالاختفاء، إنه أخفوه وألقوه في اليم، هذا كله بالاختفاء. إنك هذا من جهلك. الآن أقول لك، أنا لا أجيب عليك لأن هذا من جهلك. أقول لك، أسألك سؤال، دقيقة أسألك هذا السؤال: هل الله تبارك وتعالى شأنه أهم أم شأن الإمام؟ الله شأنه أهم. شأنه أهم. الله تبارك وتعالى يرى أم لا يرى؟ الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله تبارك وتعالى عندكم في عقيدتكم يرى. لا، القرآن هذا ليس معناه ما أنت تقول، ولكن أنا لا أريد أن أناقشك على ذلك. فلماذا الله تبارك وتعالى وهو أهم من الإمام عليه الصلاة والسلام لا يرى نفسه للناس لكي يرتفع جميع المشكلات؟ سيدنا موسى ألم يسأل ربه أن يراه؟ قال لن تراني فانظر إلى الجبل فإذا استقر ستراني. إن الرب يرى أو لا يرى؟ أنت أعطيني جواب واحدا، جواب واحد. الرب ينزل كل ليلة، هذا عقيدتنا. هو لن تراني أبدا، هذا عقيدتنا. عقيدتك الآن قلت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا قلت الآن. فأنا أقول لك الآن، لماذا لا يرى نفسه لكي يرتفع جميع المشكلات؟ لأنه هنالك بصر الإنسان محدود. يرى أم لا يرى؟ لا يرى، لا يمكن يرى. إذا يرى فلماذا لا يري نفسه؟ قلت لا يرى، كيف يرى؟ فالآن قلت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن قلت في الآخرة وجوه الناظرة إلى ربها ناظرة. في الدنيا لا يرى، وهو شاب أمرد، فكيف رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة شاب أمرد؟ هذا من التدليس تبع الشيعة على من تدليس الشيعة. اسكت، هذا في كتاب ابن تيمية، أنا أريتكم قبل ليالي. هذا من تدليس الشيعة، هذا يوجد في كتبكم. أنت قل لي، أنت تسألني الإمام لماذا هو غائب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده غيبة، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عنده كان غيبة، سنين متتالية يوسف عليه الصلاة والسلام غائب، حتى والده يعقوب عليه السلام لا يعرف أين ولده. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار كان مختفيا عن الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنين طويلة كان يبلغ الدين بالاختفاء وبالغيبة ويختفي رسالته عن الناس، وكان فقد يعيش بين الناس كشخص عادي، ولكن في السر كان يدعوهم إلى الدين. فهذه الغيبة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا كان شخص في العالم له أعداء كثيرة في العالم، فإذا هذا الشخص والده أخفى ولادته عن الأغيار، عن الأعداء، فهذا لا عيب فيه. هذا عين الشرع، عين الدين. إن والد موسى عليه السلام، والدة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، أخفى ولادته من أعدائه، هذا واضح. لو فعل ضده لكان ظلم موسى وأعرضه للقتل.
فلو أخفى الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام ولادة ولده من أعدائه الذين كانوا يريدون أن يقتلوه من أعدائه، فهذا عين الشريعة، عين العقل، هذا هو اللازم، هو الواجب أن يفعل هكذا. ولكن هو لم يختفي من الشيعة، أخفاه من أعدائه. وعندنا كم من روايات هذا في رأوا الإمام عليه الصلاة والسلام بعد ولادته. عمة الإمام العسكري عليه السلام كانت موجودة حين ولادة الإمام عليه الصلاة والسلام. هل أحد ينكر نبوة موسى عليه الصلاة والسلام بسبب أنه كان ولادته مختفية؟ موسى على نبينا وآله عليه السلام كان نبيا صاحب الشريعة مرسل من جانب الله تبارك وتعالى، وهو كان يختفي في بيت فرعون، كان يختفي مختفيا في بيت فرعون. يوسف عليه الصلاة والسلام هو نبي الله، هو مختفي في بيت فرعون في بيت عزيز مصر سنين متتالية، حتى والده يعقوب عليه السلام لا يعرف ذلك. فهذا من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الغيبة. ليس معنى الإمام أن يكون ظاهرا. إذا كان الإمام عليه الصلاة والسلام عند أعداء كثيرة، عنده أعداء يريدون أن يقتلوه، والله تبارك وتعالى أوجب عليه الانتظار حتى يجمع الشرائط جميعه بأن هو يقوم ويجري على العالم جميعه أحكام الإسلام. فإذا كان هذا الشخص يخفي شخصه حتى يأتي هذا الشرائط، فهذا العقل يحكم بذلك والشرع يحكم بذلك، وهذه هي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأنت قل لي هذا الله تبارك وتعالى رآه في سورة شاب أمرات، وعلماؤكم قالوا أن الله تبارك وتعالى يمكن رؤيته في الدنيا وفي الآخرة، فلماذا لا يظهر نفسه؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إنكم تفسرون هذه الآية بأنه رأى ربه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فيمكن عند عقيدتكم رؤيته في الدنيا، فلماذا لا يري نفسه في الدنيا؟ قل لي أنكم هذا الله أهم من الإمام عليه الصلاة والسلام. قولوا لي ما هو السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في سورة شاب أمرد، فهذا شاب الأمرد لماذا لا ينزل؟ سلام عليكم.